عشان هو قاعد يحزق ويتعصب ويتنطط وفاضل له 3 دقايق ويخبط في الحيطان. انا حاسس ان الجماعه الجزائريين مش مستوعبين الضربه، مش مستوعبين النتيجه. فيا ريت الناس تفكرهم بالنتيجه كويس، لانه بيقول لك خدونا على اخوانا وخدونا غدرا وبوم بيم بيم. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج خدوكوا على اخوانا مين يابا؟ يا عم انتوا مش مستاهلين انكم تتاخدوا على اخوانا اصلا. انت فاهم الموضوع غلط، ده انتوا اتكبستوا كبسه سودا. واقسم لك بالله لولا رحمه ربنا اللي نازله في قلوب المغاربه لا كانوا زودوا النتيجه عن كده. انت ناس ان انت كل مره بتلعبني فيها بتاخد رقم خيالي اكبر من اللي قبله. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ايه يا جدع انت ده يا جدع؟ انت جاي ملطشه وتروح وبعدين تحزق وتعمل وتسوي وشمال ويمين وفوق وتحت وهنا وهناك. ايه يا بابا؟ بدل ما تتكلم اتعلموا الكرة الاول وبعد كده بقى العبوها. المغاربة 100 مليون خط احمر وهم ردوا عليك في الملعب، مش انا اللي هقول لك. يجي بقى الجزائري من دول يسيب المدعكة اللي كانوها في الملعب ويسيب المغاربة اللي كانوهم ضرب لما موتوهم ويجي يشتمنا. طب انا مالي يا ابني؟ ما تروح تشتم المواقيس بتوعك اللي ما عرفوش يلعبوا ولا عرفوا يسدوا وراجعين بلدهم بفضيحة. جاي تلومني انا وتغلط فيا انا ليه؟ روح مرمط وولع في اتحاد الكرة اللي عندك يا حمادة. انا مالي؟ انتوا اللي شوية مغفلين ما لكوش فيها ومجنسين 2 3 لعيبة ما يعلم بيهم الا ربنا، وجيتوا اتهزقتوا واتمرمطتوا واتمسح بكرامتكم الارض. اتمنى لكم رحلة سعيدة واتمنى تخلوا بالكم على نفسكم وانتوا راجعين. مش هطول عليك الفيديو بالصحاب، دي كل التفاصيل وده رأي الإعلام الدربندوخ اللي معانا. يا ريت تضرب اللايك، تشترك في القناة، تشاركنا برايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.